بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصول تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى يقول الناس يقولوا فيه أهل السنة وفيه الشيعة. صح، أهل السنة والجماعة نرجو من الله تبارك وتعالى أن يميتنا. أهل السنة والجماعة نرجو من الله تبارك وتعالى أن يميتنا عليهم. هو مذهب الحق بلا جدال ولا نقاش، وكل يقول لك أنا مذهب أهل السنة والجماعة. الشيعة يقول لك احنا ثاني أهل السنة والجماعة. شوف كيف كل الطوائف، القاديانية، الباطنية، الإسماعيلية، أي طوائف منحرفة تقول أنا أهل السنة والجماعة. ولكن كما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل واحد يقول لك أنا سني، ولكن السنة ماشي غير روح عقولنا. لذلك يا إخواني الكرام هذا سؤال في العقيدة مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن ورواه الإمام أحمد في المسند، يقول: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. السمع الله يرضى عليكم. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال اليهود افترقوا 71 فرقة، النصارى افترقوا 72 فرقة، المسلمين اللي هم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال راح يفترقوا 73 فرقة كلها تروح للنار غير فرقة واحدة. الحمد لله ربي كرمنا بالصحابة، سألوه قالوا له: يا رسول الله من هم هذه الفرقة اللي تسلك شكونها والباقي كلهم 72 الأخرى تروح للنار؟ شوف يا أخي اسمع. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية أخرى السنة والجماعة. قال لما قال له كلهم يروحوا في النار إلا واحدة، ناض الصحابي ذا قال له: شكون الوحدة هذه اللي تسلك ما تروحش للنار والباقي كل شيء يروح للنار؟ لذلك العلماء جزاهم الله خير مثل ابن تيمية كتب كتاب وسماه الفرقة الناجية. الفرقة هذه اللي تسلك والباقي كله في النار. كي دايرة الفرقة هذه؟ قال لهم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الشيء اللي راني نخدمه أنايا ويخدمه أصحابي، يعني سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يعني لما قال السنة والجماعة، وش من الجماعة؟ باش نفهم، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا. لما قال ما أنا عليه وأصحابي وقال أن السنة والجماعة، السنة هي ما أنا عليه، الجماعة هي أصحابي. باش ما يصير واحد يروح لنا بعيد يقول لك الجماعة شكون الجماعة؟ جماعة الجماعة هذا ولا جماعة الجماعة هذا، ولا الجماعة نتاع هذا ولا جماعة هذا؟ يقولوا لا، لا الجماعة هذه ولا الجماعة الأخرى. المقصود بالجماعة جماعة الصحابة الكرام الذين كان الوحي بين أظهرهم ينزل، وهم الذين نقلوا إلينا العلم متواترا. شفت كيف؟ السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل دياله، والجماعة يعني جماعة الصحابة. يعني هذه الفرقة اللي تسلك تكون الخدمة نتاعها موافقة لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة لخدمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لما قال: إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. إذا جاء الحديث على الرسول على عيني ورأسي نخدم به، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس. أما إذا جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال. إذا جاء على الرسول قالوا الرسول على عيني ورأسي الحديث، داروا الصحابة على عيني ورأسي، داروا ناس واحد آخرين ما يهمنيش فيهم الناس هذو شكونهم، ماكش مسؤول عليهم. لذلك نحن ما علينا إلا نتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، من غيرهم ما فيش. هذه هي الطائفة الوحيدة اللي تنجو. لذلك سماها العلماء الفرقة الناجية، الفرقة اللي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبع الصحابة كما داروا الدين. أما اللي قال لك الأخ الشيعة، هؤلاء الشيعة خصنا نعرفهم مش كلمة شيعة، خصنا نرجعوا للتاريخ شوية. الله
كلمة شيعة يعني أنصار، يعني ناس ينصروا بعضهم بعض، يعاونوا. شيعته يعني أنصاره في اللغة هذه. ولكن الشيعة يا إخوان هم الناس الذين خرجوا على مذهب الحق، وكان من ورائهم يهودي واسمه عبد الله بن سبع اليهودي اليماني. جاء من اليمن يهودي وجاء المدينة والتقى باليهود، ثم ذهب إلى العراق إلى الكوفة في عهد علي، واتصل بالمجوس الذين دخلوا في الإسلام. كثير منهم دخل الإسلام على غير رضا، دخلوا في الإسلام وهم ما همش راضيين به. قالوا كيفاش نديروا الإسلام هذا اللي ما ناش راضيين به؟ قالوا عليكم تدخلوا الداخل وتخربوه. واليهود ثاني والتقوا اليهود مع المجوس عبدة النار. جاهم هذا اليهودي اللي هو عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني، التقى مع الفرس عبدة النار اللي دخلوا في الإسلام، وكونا لهم هذه العقيدة هذه. باش تشوفوا أنا نعطيكم وثائق تاريخية. عبد الله بن سبأ هو اللي جاب فكرة الشيعة والتشيع والتشيع العالي، وبدأ يكون في ذيك الفرقة، لأن اليهود كرهوا الإسلام والمجوس كرهوا الإسلام وتعاونوا. قالوا الآن آن لكم أن تحاربوا الإسلام من الداخل، ادخلوا فيه وندخلوا فيه ونخلطوا الداخل. راح عبد الله بن سبأ بدا يدير دعاية للإمام علي، الإمام علي الإمام علي الإمام علي الإمام علي، والناس غوغاء وجهال وعوام ومجوس وناس مختلطة، حتى كون فرقة. قال لهم هذيك الفرقة، قال لهم لما يخرج الإمام علي من مسجد الكوفة وتشوفوه خرج من باب المسجد قولوا له أنت هو. لما يقول لهم أنا من هو؟ قولوا له أنت الله. اقرأوا التاريخ، تاريخ العقائد راه مهم يا إخواني، باش ما يكلخولكمش جماعة الخوميني أعداء الله. راه الخوميني أكثر من كوربات، شوفوا له وش يسموه. هذاك حمر باين هاوليك، أما هذاك مخبي بعمامة تاع الإسلام ولحية تاع الإسلام، وهي كلها زور وكذب. قال لهم لما يخرج الإمام علي قل له أنت هو الله، أنت هو. لما يقول لهم أنا من هو؟ قل أنت الله. خرج الإمام علي رضي الله تعالى عنه، قالوا له أنت هو أنت هو. من أنا؟ قال أنت الله، أنت خالقنا ورازقنا. يا ناس توبوا الله، هذا افتراء كبير وتعصبوا ولصقوا فيه. أول فكرة الشيعة والتشيع. جاب ابن عباس اللي هو فقيه الأمة، قالوا هؤلاء الناس قالوا زنادقة تضرب أعناقهم بحد السيف. هذا الناس زنادقة مرتدين خرجوا عن الإسلام، اضرب لهم عنقهم بالسيف تهنا منهم. قالوا لا، الأمر أكبر من السيف. هذه الشرام قالوا شيء كبير، وشنو السيف هذا؟ قالوا نشعل فيهم النار. قالوا لا ما تديرهاش. قالوا نديرها. أمر الإمام علي رضي الله تعالى عنه بالخنادق أن تحفر، احفر خنادق، ثم ملأها نارا حتى تأججت، ثم أتى بهم فردا فردا. هذه النار تتوب عن كلامك وإلا ترمى فيها. توب على كلامك ولا نرمى. يقول ما نتوب، أنت هو الله، أنت اللي خلقنا ورزقنا. يرموهم داخل النار، واحد تلو الآخر واحد تلو الآخر، فأصبحوا يتراقصون في النار ويقولون الآن علمنا أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. واللي كذبني يقرأ تاريخ ابن كثير اللي هو البداية والنهاية، ويقرأ تاريخ ابن جرير الطبري اللي هو أوثق تاريخ إسلامي مع البداية والنهاية. يقول الإمام علي في الرز تاعه ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. خادم تاعه قال لما شفت وانا نشعل ترمي، شفت كيف؟ من ذلك الوقت لما عرف باللي كونها لهم عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني قال علي به عدو الله. وهذا القتلك اليماني هذا اللي هو يهودي كان يمسك المنبر لما الإمام رضي الله تعالى عنه الإمام علي لما يخطب يمسك المنبر ويبدأ يبكي بكاء التكلة.